الكيزان كلهم غلط. يعني كان ممكن تسألني شنو الحاجة السبعة عشان أقول لك ما عندهم حاجة سبعة. فكل شيء في الكيزان غلط. يعني مثلا الكيزان عملوا الدولة المتعدد ده، دارين يدوا هوية واحدة، دارين يدوا دين واحد، دارين يدوا عرق واحد، دارين يدوا حتى جغرافيا واحدة في دولة شبه قارة، إذا أصلا ما قارة. بلد عنده أكثر من 500 قبيلة، ولا يمكن تتغير للزول هويته ولا انتمائه. فكان هم كلهم ضد الطبيعة أصلا. فطبيعي أن يدونا نتيجة زي الحسي ده، بلد كله في حرب. الكيزان هم اللي دمروا السودان، لأنه حتى الحروبات في السودان كان حرب الجنوب كان حرب سياسي. يعني كان في زمن نميري، كان في زمن الأنظمة الفاقونة، كان حروبات سياسية. لكن ديل جاء عملوا حرب الديني، حولوا طبيعة الصراع. في دارفور عملوا حرب عرقي. إذن الناس بالعقل النازي ده، النازية في أوروبا وقت هتلر أشعل الحرب وقتل كمية من الناس جراء الحرب ده، حاكموا النظام النازي، رموز بتاعت النظام النازي ده حكموهم في نوتنبرغ وأعدموهم وحظروا النازية. والعالم بعد كده قدروا يستغلوا الكيزان أو الحركة الإسلامية، حركة نرجسية قسمت لنا السودان جنوب وشمال. وحسي الحروبات المشتعلة دي أشعلها هي. إذن هي ما ممكن تكون جزء من الحل، هي لابد من أنها تكون يعني تتحاسب، تحظر، والرموز يتم تقديمهم للمحاكمة. وبعد كده السودانيين بيكونوا قاعدين في جو معافى على الأقل. الخلاف بيكون خلاف سياسي، ما بيكون عرقي ولا ديني ولا جغرافي ولا إثني.